السلام عليكم. إيه الأخبار يا جماعة؟ في الفيديو ده هوريكم 6 تمارين ظهر وبايسبس ممكن تتمرنهم كلهم لو حابب تتمرن منهم التمرين اللي عندك. أول حاجة هنبدأ بتسخين لات بول داونز 4 مجاميع 10 ل15 عدة في كل مجموعة. مجموعتين وايد جريب، مجموعتين كلوز جريب. أول تمرين الباربل روز، 3 مجاميع 8 عدات ل12 عدة في المجموعة. من حيث التكنيك حاول تخلي ظهرك بارلل مع الأرض في 90 درجة، صدرك للأرض، دايما كوعك هو اللي بيسحب. اعمل استريتش جامد تحت واطلع افعص ظهرك. وانت بتسحب البار دايما رجع البار لحد معدتك من تحت. واستخدام المومنتوم مفهوش مشكلة، بس دايما حاول تلعب أول 5 عدات من المجموعة بأداء ثابت. بس مع الوقت لما تتعب وتعوز تلعب كام عدة زيادة مفيش مشكلة من شوية تطويح أو مومنتوم، بس بطريقة متحكمة، يعني تطويح متحكم. لأن حاجة لاحظتها على مدار السنين إن في بودي بيلدرز كتير عندهم القابلية لأنهم يأيدوا نفسهم بالأداء المثالي. متفهمنيش غلط، الأداء المثالي كويس في إنك تقيم نفسك من أسبوع لأسبوع والوقت للتاني، لكن أحيانا ممكن تحط حد وتمنع نفسك من إنك تشيل أوزان أكتر عشان خاطر الأداء. بس أنا شايف برضو لو أنت مبتدئ أحسن إنك تركز على الأداء وتتقنه، لكن مع الوقت لما تبقى متمكن مفيش مانع من شوية غش. بس في حركات معينة مش في كل التمارين، خصوصا لو هتساعدك تلعب آخر كام عدة اللي هيوصلوك للفشل العضلي أو الاستثارة العضلية المطلوبة من التمرين. ده غير ان احسن البودي بيلدرز ما بيبقوش مخشبين على الاخر وهم بيتمرنوا، بل بالعكس بيسمحوا لجسمهم يتحرك بطريقة طبيعية مع حركة التمرين. بس هتبقى اهم حاجة ان انت تتحكم بالنيجاتيف، العدة السلبية. بس اكيد لو انت مش مرتاح وانت بتطوح العبها بثبات واوزان اخف. بس عموما بحب استخدام الأداء المثالي كتير، خصوصا في تمرين الظهر، بأنها مميزة بأن العدة بتبقى سهلة جدا في الأول وصعبة جدا في آخرها. يعني مثلا لو انت بتلعب باربل روز العدة بتبقى سهلة جدا تحت وبتصعب كل ما تطلع لفوق. ماشي، بعد كده هنلعب كلوز جريب بول داونز، 3 مجاميع 10 عدات ل15 عدة في كل مجموعة. كلوز جريب بول داونز حاول بدل ما تلعبها ان انت تشد كوعك لتحت ولورا، تشد كوعك لتحت كأنك بتنزله للأرض. وكالعادة في كل تمارين ظهر العب من كوعك، شد دايما من كوعك. لو ركزت على ظهري هنا هتلاقيني بميل لورا في آخر العدة تحت، وبميل لقدام في أول العدة من فوق، عشان أحاول أفعص ظهري على قد ما أقدر وبستريتشه لحد آخر المدى الحركي للعضلة. في التمرين ده مش هستخدم اي مومنتم، او على قد ما اقدر هلعب بثبات، لان زي ما قلت لكم مش كل التمارين هستخدم فيها مومنتم. في تمارين تعوز تلعبها بثبات عشان تحس فعلا بالعضله وتقدر تشغل العضله بالشكل المطلوب. بعد كده هنلعب شيست سبورت درو، 3 مجاميع 8 ل 12 عدة في المجموعة. والحلو قوي في التمرين ده والتمارين اللي بيبقى صدرك مسنود فيها عامة ان انت بتقدر تفعص ظهرك جامد وتستريتشه اجمد من انواع تمارين كتير. وانا عارف ان في ناس كتير بتتضايق منها وانها بتكتم على نفسهم، بس لو اتعودت عليه ولعبته اسبوع ورا التاني بتبدأ تتعود على موضوع النفس ده. ولو الجيم بتاعك مفهوش الجهاز ده ممكن تلعب التي بار روز. ماشي، بعد كده هنلعب لات بول داونز على الماشين، 4 مجاميع في 8 ل 12 عدة. الجهاز ده مميز بإنه ميكس ما بين اللات بول داونز والروز في نفس الوقت. بكل بساطة مش هتعرف تطلع الأداء والحركة دي من البول داونز العادية، لأن الجهاز ده حركته مش من فوق لتحت، لا هو من فوق وإيدك بعيدة عن جسمك وبتشده لتحت ولورا في نفس الوقت، واللي بعتبرها حركة مميزة جدا. لما كوعك بيعدي جسمك الماجنس مبيبقاش هو اللي شغال، بيبقى ظهرك هو اللي شايل الوزن بس، وانت بتشد من فوق الماجنس هو اللي شغال. غير ان التمرين ده حركته طبيعية جدا على الجسم ومريح في التمرين، ممكن تلعبه بالايدتين لو عايز. ماشي، بعد كده بار بايسبس كيرل، 3 مجاميع 8 ل 12 عدة في المجموعة. الموضوع هنا بسيط، كل اللي انت هتعمله ان انت هتنشف بطنك كأن في حد هيديك بنيه، وهترفع صدرك لفوق، كوعك هيبقى جنب جسمك، وهتحاول ما تتطوحش على قد ما تقدر. بس لو عايز ترفع كوعك سنة في آخر العدة الموضوع ده عادي جدا، لأنه في نفس الوقت هيساعدك إن أنت تفعص البايسبس أكتر.
انا لعبت المجموعه دي الفيلير، بعد كده عملت حاجه معينه ان انا باخد نفسي راحه قصيره، بعد كده بنزل الوزن واخش العب كام عده زياده، احاول ان انا ابمب العضله اكتر، واحاول اغصب جسمي ان هو يضخ دم اكتر في العضله. ماشي، هما كده هنا 3 مجاميع. اول مجموعه يا دوب بتسخن وبتحس التمرين، بعد كده المجموعتين التانيين هتلعب بالماكسيموم ويت بتاعك توصل للفيلير مثلا، بعد كده هتاخد راحه قصيره تاخد نفسك فيها، بعد كده تخش تلعب كام عدة زيادة وتبمب العضلة على قد ما تقدر. بعد كده دمبل هامر كيرلز 3 مجاميع في 10 ل 12 عدة في المجموعة. الدمبل هامر كيرل بتشغل البريكاليس اللي هي العضلة اللي ما بين البايسبس والترايسبس. المرة دي هتقدم كوعك سنة عن جسمك، بحيث ان انت في اخر العدة من تحت تحس بستريتش كبير على البايسبس. ودايما عود نفسك لما تيجي تلعب بايسبس بالدمبل ما تلعبش تبادل، العب بالدراعين مع بعض، او العب 10 عدات يمين و10 عدات شمال. بس انا هنا بعمل ميكس بين الاتنين، بلعب بالدراعين مع بعض لحد ما اوصل للفيلير، بعد كده بقوم لاعب دراع ودراع، وبلاقي ان انا لسه في كام عدة زيادة اقدر العبها.